كارثة أغلب الناس بتعملها في حق الكمبيوترات بتاعتها، وللأسف ممكن إن هي تخسر جهازها للأبد. فكرة إنك تشيل فيشة الكمبيوتر من الكهرباء بشكل مفاجئ دي في حد ذاتها كارثة، والضرر لا يقتصر على الهاردوير بتاع جهازك بس، بل بيقتصر كمان على السوفت وير. يعني لما الكهرباء بتقطع أو بتشد فيشة الكهرباء مرة واحدة من الكمبيوتر وهو شغال، فبعد ما هتيجي تشغل الجهاز هتلاقيه بيجيب في كلام عجيب وعمال يعد وشغال بقى مع نفسه وأنت مش فاهم أي حاجة. ولكن أحب أبشرك وأقول لك طالما بيجيب لك كلام كتير وبيعد، فيعني دي بشرة خير وإن جهازك لسه سليم وهيشتغل. لأن لما الكهرباء بتقطع أو فيشة الكمبيوتر بتتشال مرة واحدة والكمبيوتر شغال، فأنت بتتلف بعض البيانات في السوفت وير. فلما بتيجي تشغل الكمبيوتر هو بيحاول إنه يعمل إصلاح للملفات اللي باظت دي. وبالمناسبة في فيديو شرح على يوتيوب عن كيفية حرق الويندوز على الفلاشة خطوة بخطوة، فلو حابب انك تشوف الفيديو تحرق الويندوز على الفلاش عشان لو حصل معك اي موقف تبقى على أهبة الاستعداد فرش.